السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شيء من أغرب ما يمكن كلنا بنقع فيه، وهو إننا دايما بنصدر الأحكام على بعض، وأوقات كتير جدا بنراهن على قناعاتنا الشخصية ومبادئنا وشعاراتنا. لكن سهل جدا وانت بره الموقف تقف بقوة وتقول أنا مستحيل أعمل كده، لكن وقت الاختبار لما تكون فيه على أرض الواقع تفتكر هتكون لسه متمسك بالمبادئ اللي انت ماشي عليها، ولا ممكن تضعف وتغلط؟ طب افتكر معايا كده كام غلطة غلطتها ووقعت فيها وكنت بتقول لنفسك مستحيل انا اعمل كده، او حتى اتحطيت في مواقف واختبارات لا يمكن كانت تيجي على بالك، او حتى حدث بعينه ممكن تتعرض له. فدايما ادعوا للناس ولانفسكم بالثبات، لان انت وارد وفي لحظة انك تلاقي نفسك بتعمل اللي انت كنت بتنتقده في يوم من الايام. وخليني اقولك ان انت مش بتصحى تاني يوم الصبح بتلاقي نفسك كده، لا ده احيانا القدر بيسوق الاحداث في مواقف محيرة جدا، وبتلاقي نفسك في نفس الموقف ووارد جدا تغلط او تضعف. فانت في غنى عن اي حكم تقوله على اي حد غيرك، وخصوصا ان الصورة بتفاصيلها واحداثها غايبة عنك، وما تعرفش ايه هي تفاصيل الاحداث او حتى الكواليس، ولا تعرف الحالة النفسية لأي حد بيغلط او وقع في اي غلط. فربك وحده اعلم بحاله وبظروفه. فاحنا بشر بنضعف وبنغلط، وده اكيد مش مبرر للغلط، ده اعتراف بانسانيتنا وتأكيد بان الحياة معظمها اختبارات. وانت دايما لازم تكون فاهم وفاكر حقيقتنا كبشر. دمتم في رعاية الله وامنه. سلام.